هل اتقابلت مع حد حاسس إنه هو مغيب؟ أو أنت في وقت عديت فيه إنك مغيب تايه مش عارف إيه اللي بيحصل معاك؟ ممكن تكون في ظروف صعبة وعايز تصرخ وأنت مش عارف ولا قادر. لو كده يبقى الصلاة دي ليك النهاردة. في سفر أيوب وأصحاح 41 الرب بدأ يتكلم ويفهم أيوب وقال له على ليوياثان، وده حيوان بحري بس فيه صفات صعبة جدا جدا. معنى اسمه ملتوي أو ملفوف، يعني ما تعرفش تمسكه أو تعرف حربه جاية منين. وقال عنه الرب بعض الصفات المهمة اللي لازم نعرفها. يقول كده: أيكسر التضرعات إليك أم يتكلم معك بالليل؟ وبعدين قال: من يفتح مصراعي فمه دائرة أسنانه مرعبة. الواحد بيمس الآخر. ده كمان بيقول عليه عند نهوضه تفزع الأقوياء، حجارة المقلاع ترجع عنه كالقش. لما حد يجي يحاربه ويهز الرمح يقول كده الكتاب: يضحك على اهتزاز الرمح. وقال عنه كمان صنع لعدم الخوف. يمكن دي كلها صفات صعبة جدا ما تعرفش تمسكه، قوي جدا جدا جدا. وكمان ممكن يجيلك ملتوي وملفوف وما تعرفش تتعامل معاه. ممكن بالتضرعات، بالكلام اللين، بيعرف يتعامل مع كل الناس بكل ظروفهم مهما كانت قوتهم أو حالتهم. بس في الحقيقة في صفتين صعبين جدا. في عدد 8 يقول: ضع يدك عليه لا تعد تذكر القتال. عارف يعني ايه؟ لما تحط ايدك عليه هتبص تلاقي نفسك نسيت انك انت في حرب. يعني يحسسك بتيهان، يحسسك ان مش مهم. يكون العدو جاي عليك بقوة وتعبك وكسرك وحرب حواليك من كل ناحية، وانت حاسس نفسك واقف ومش قادر تتحرك. لا تعد تذكر القتال. ده مش كده وبس، ده كمان يرسل ليك مخاوف رهيبة. فبيقول كده: من المخاوف يتوهون. يعني بسبب الخوف تكون تايه ومش حاسس انك انت في حرب. اخويا واختي، لو انت حاسس كده تعال النهاردة اصرخ، وفي اسم الرب يسوع كل ايد عليك او كل لمسة لليوثان في اسم الرب يسوع النهاردة تترفع، فتعرف انت فين وتعرف تصرخ وتركع وتسجد وتنبطح امام الرب. ونصرخ مع برتماوس: يا يسوع يا ابن داود ارحمني. أصرخ مع الكنعانية: يا سيد أعني. يا رب أنا بصلي في هذا الصباح من أجل كل نفس مغيبة، كل نفس تايهة، كل نفس خايفة ومرعوبة وفي مكانها. النهاردة روح يقظة في اسم يسوع. قومي واستنيري، انهض، استيقظ من النوم، اطلب الرب لأنه يوجد. إله خلاصك هو، في اسم المسيح، أمين. الرب يبارككم. القس عاطف رشدي.